بسم الله الرحمن الرحيم. دأب المجلس الإقليمي للورزازات على تنظيم لقاء تواصلي سنويا يستعرض فيه الحصيلة ديال الإنجازات ديالو وكذا البرامج المستقبلية. وبهذه المناسبة يسرنا باش أنه نعرضوا واحد الحصيلة نعتبرها حصيلة مشرفة، كانت فيها تضافر الجهود مع واحد العدد ديال الشركاء ديالنا سنأتي من طبيعة الحال على ذكرهم وشكرهم. هاد الإنجازات ديالنا تتمحور في إطار الاختصاصات ديالنا الذاتية اللي فيها تعزيز الأسطول ديال النقل المدرسي وكذلك المساهمة في الجانب ديال التسيير بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك فيما يخص المسالك حيث كانت هناك اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والفيدرالية الإقليمية للنقل المدرسي على إثرها تم أنه إصلاح واحد العدد ديال المسالك، كما كانت هناك شراكات مع الجماعات الترابية لفتح وإصلاح واحد العدد ديال المسالك في العالم القروي. كذلك فيما يتعلق بالجانب السياحي فكان هناك اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان كتهم الجانب ديال التشوير السياحي، ومن شأنه هذا باش أنه يعرف بالمناطق السياحية بالإقليم ديالنا. غير هذا فالمجلس الإقليمي منخرط في إطار الاتفاقية الإطار ديال الصحة اللي كيبلغ المبلغ ديالها 444 مليون ديال الدرهم، والمجلس الإقليمي انطلاقا وعبر الجماعات ديال الإقليم يساهم بواحد 12 مليون ديال الدرهم كتهم كذلك ما يتعلق ب تثبيت وإصلاح وصيانة البنيات الصحية. إلى جانب ذلك هناك من طبيعة الحال ما يتعلق بالانخراط الإيجابي ديالنا في الصامي اللي هو التدخلات خدمة التدخلات الطبية الاستعجالية اللي غادي ينطلق عما قريب، والمجلس الإقليمي مساهم فيه مساهمة كبيرة جدا وكذلك الجماعات الترابية. هناك كذلك مجالات أخرى تتعلق بالثقافة والرياضة، والمجلس الإقليمي في هذا الإطار هذا برمج إن شاء الله في الدورة المقبلة دعم الفرق الرياضية وبالأخص اللي تابعة للعصبة ديال درعا تافيلات واللي هي العصبة حنا ديال الورزازات اللي كنهضروا عليها، ولكن كذلك تخصيص واحد الأسطول ديال الحافلات اللي وضعها رهن إشارة الجمعيات وكذلك كل الأندية اللي كتخدم في الجانب الثقافي والرياضي. المشاريع ديالنا مشاريع مستقبلية كذلك طموحة جدا. ما نساوش كذلك الانخراط ديالنا في المعمل ديال الخيط ديال الزربيه البوزكيتيه اللي تتبلغ التكلفه ديالو 45 مليون ديال الدرهم. هذا من طبيعة الحال أنه خلاصة ديال الاشتغال ديالنا اليومي والتعاطي ديالنا ما يتعلق الشأن التنموي بصفة عامة. وبهذه المناسبة له ضمن جهود التشكرات ديالنا لجميع الفاعلين وعلى رأسهم وزارة الداخلية مديرية الجماعات الترابية وكذلك عمالة إقليم ورزازات ومن خلالها السيد العامل المحترم وكافة الشركاء ديالنا اللي كيساهموا مع المجلس الإقليمي وكيدعموهم، وعلى رأسهم جهة درعا تافيلات اللي انخرطت مع المجلس الإقليمي في واحد العدد ديال البرامج، دون ما ننساو كذلك المصالح ديالنا الخارجية. شكر أخير موجه للإعلام الجهوي والمحلي على التغطية ديالهم بكثافة لهذا اليوم التواصلي، ولكن كذلك الانخراط ديالهم متتبع ديالهم لكل ما يتعلق بالجوانب التنموية اللي كنتمناو من خلالها إن شاء الله باش نسمعوا الصوت ديال المجلس الإقليمي. واللقاء هذا التواصلي هذا غادي يفتح لنا آفاق جديدة من أجل إعطاء أنه حيز زمني للتصورات والاقتراحات ديال الساكنة. وشكرا.